السلام عليكم وصباح الخير عليكم. اليوم جيت نعاود لكم على ديك الكلينيك اللي كاينه في كازا اللي ماتت فيها سلمى. بطبيعه الحال نتوما الكلينيك عارفينها ديال من هي، ديال واحد البرلماني، وهذا البرلماني هو اللي كانت حطات واحد المره نشوف تي في قالت برلماني سكران دار حادثه سير خلى طوموبيلته ومشى. انا عاود لكم دابا على هاد الكلينيك. هاد الكلينيك هي براسها كتعرض للابتزاز، لانه كل مره كتمشي طبا كتاخذ من عندها الفلوس. انا بغيتهم علاش اليوم ما قدروش يهضروا بعد تسجيل ثالث وفاه في الموظفين. حنا ما تنهضروش على المرضى، تنهضروا على المرضى، على الموظفين. اليوم اخوتي المغاربه توفى عندهم واحد الشاب باقي صغير في عمره 24 سنه، اليوم توفى. الا كانتو الناس قرابين اليوم غيخرجوا الجنازه ديالو من لا كلينيك اللي توفات فيها سلمى. السيد او الشاب في عمره 24 سنه توفى بسبب الاوفردوز. هو موظف في العياده، ممرض، خدا الاوفردوز باش كيبقى واقف ويخدم. خدا الاوفردوز هذه اسبوع باش مات دماغيا. اليوم حيدوا ليه الاكسجين وفرق الحياه وغيصيفطوه دابا شويه لعائلته. بطبيعه الحال شوف تي في او الطباء او هذه ما عندهمش الوقت يمشيو يديروا معاهم استجواب، لانه دهن السير يسير. عطيني الفلوس نسكت. انا حيت ما بغيتش نعطي الفلوس، لانه انا لو بغيت نعطي الفلوس كنعطيهم للناس اللي بصح محتاجين ليهم، الناس اللي محتاجين ليا، ماشي الناس اللي كيبتزوني. انا اللي كيبتزني ما كنعطيش الفلوس وما غنعطيش الفلوس، وخليه يهضر من هنا حتى العام الجاي هاو 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 ويسكت. فالله يجازيكم بخير الناس ديال كازا اللي كتعرفوا السيد اللي مات اسامه. اللي كنت نكذب كذبوني. السيد مات اليوم في لا كلينيك، وهذه ثالث موظف كيموت بالاوفردوز في هذيك العياده. والبنت اللي كانت معاه حتى هي ممرضه، داوها البوليس، داروا لها استنطاق، استنطقوها وطلقوها. ولكن الولد اليوم هو اللي عند امه مات وطلقوه. علاش ما مشيتيش الطبه لديك لا كلينيك ديري استجواب مع العائله ديال السيد اللي مات؟ علاش ما ركبتيهمش حتى هما في الموطور وديروا معهم استجواب؟ علاش ما قلتيش بان هذيك العياده كتدخل ليها حي وكتخرج ميت؟ علاش ما قلتيش بان ديك العياده كيموتوا فيها الناس؟ علاش ما درتيش الطبه تقولي بان التقرير، وانا عارف التقرير خارج؟ انا علاش جيت ودرت تحدي على الدار؟ راه انا ماشي غير جيت لانه عارف ما غاديش نشريها ليه، ما غنشريش ليه الدار. انا تحديتكم نوصلها لكم حتى ل 100 مليون شري ليه الدار، لانه انا عارف الدوسي شنو فيه وما بغيتوش تسلموه. الدوسي فيه بانها ما ماتتش بالتكميم، ولكن نتوما الهدف ديالكم هو انا وتحيدوا العين عليكم. بغيت غنقول لكم هذه ثالث وفاه في ديك العياده في الموظفين. اما الناس المرضى هذوك لا حديث ولا حرج. واحد لا كاتاستروفي كاينه في ديك لا كلينيك ما نعاودش عليها. المهم اليوم مات واحد الشاب سميتو اسامه. فالناس اللي في كازا واللي عارفين بان هذا الموظف خدام ديك لا كلينيك يقول كلمه حق اكيد، لانه ديك الشوفخيخي ما غاتمشيش عندهم، لانه الهدف ديالهم ماشي هو البرلماني او ديك العياده، لانه البرلماني كيطلق الفلوس. اما نوفل موسى ما كيطلقش الفلوس، كيطلق القرطاس اللي جا في طريق يعطي مول العصير. انا الرقم واحد في التجميل، في التكميم، في الاسنان. انا عمره ما ماتت عندي شي وحده في التكميم، وان شاء الله عمرها ما غادي تموت. والسيده اللي ماتت ماشي من عندي، لانه العمليه فات عليها 8 شهور، والسيده ماتت بحاجه اخرى التقرير الطبي عندهم وما بغاوش يعطيوه. لانه البرلماني كو كان بصح راجل ماتت عندك ايوا طلع علينا التقرير، ولا بغيتي تلصق كلشي فيا، بغيتي تسكتوا على العياده ديالك حيت ماتت عندك، راه نتوما اللي قتلتوها. هذيك العياده اللي فيها سلمى اللي ماتت فيها سلمى الله يرحمها هما السبب في الوفاه ديالها. وسولوا الناس اللي داروا العمليه تمايا شنو وقع لهم وكيفاش خرجوا. كتدخل حي وكتخرج ميت. هادو بالنسبه للمرضى. اما الموظفين ثالث حاله وفاه. هادو غير موظفين كيبقاو يعطيهم الاوفردوز باش يبقاو واقفين، والسيد خرجوا عليه وقتلوه وصيفطوه لمو في الكفن. تحياتي لكم، جبت لكم اخبار جديده وتاكدوا من كلامي. تحياتي.